بنات، عاملين ايه؟ النهارده زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات هنعمل ريفيو عن الباليت دي بتاعت كارلي بايبل. هنعمل كل حاجه. انا حاطه ميك اب بس مش حاطه حاجه في عينيا، عشان هنعمل النهارده في الاخر توتوريال بسيط للعينين باستخدام الباليت دي. انا قلت لكم الباليت دي فيها اي شادو وفيها هايلايت، فانا كمان مش حاطه اي هايلايت. خليني ابتدي الباليت من بره. هي شكلها كده، مش بتيجي في علبة او اي حاجة، هي بس بتيجي شكلها كده. لونها زي جراي، ودي بي اتش كوزماتكس اللي كارلي بايبل مشتركة معاها. ومن ورا في زي نبذة صغيرة عن كارلي بايبل. هي مين؟ هي يوتيوبر. جوه فيها مراية اللي انا مداريها بايدي، وفيها الاي شادو. دول عبارة عن 10 اي شادو، عبارة عن 10 اي شادو و4 هايلايت. هنا هي بتقول ان هي مستخدمة 4 هايلايت علشان خاطر يناسب كل انواع البشرة. يعني دي البشرة الفاتحة خالص، دي الاغمق، ودي والاتنين دول اللي شوية لما تحبي تان، او البشرة الغامقة خالص. الالوان زي ما انتوا شايفين كده، مش عارفه باينين عندكم ولا لا. الالوان عندي 2 نوع من الفينش بتاعهم، او بيدوا نوعين من انواع التغطيه. اول واحده المات خالص، وتاني حاجه شويه شيمر او فيها شويه برونز، مش برونز، مايكرو برونز، حاجات صغيره خالص بس بتدي لمع. الصف اللي تحت ده كله مات ما عدا اللون ده فيه شيمر. الصف التاني ده كله شيمر ما عدا اللون الاولاني اللي هو ده هو اللي مات. فانا عندي 5 مات و5 شيمر، وطبعا الهايلايت كلهم. نعمل سواتش للباليت ونشوف على الايدين شكلها ايه، وبعد كده نبتدي نعمل التوتوريال بتاعنا على العينين. الالوان زي ما انتم شايفين كده بالترتيب. اول صف ده اللون المات، وده اللون الوحيد الشيمر، والباقي كله شويه على موف. دول فاتح وده لون غامق. ده اول صف، وده تاني صف زي ما انتوا شايفين كده. فظيع، الوانه كلها فظيعه. اول لون ده روز فاتح خالص. تاني لون ده لون ذهبي، ذهبي. تالت لون ده الكابري او اللون الذهبي بس مدي شويه على نحاسي. اللون الرابع ده ذهبي بس شويه على ذهبي محمر. واللون الغامق ده اللي هو رصاصي غامق، ولو تقلناه شويه هيدي الافكت بتاع الاسود. ده كان بالنسبه لتاني صف. خليني اعمل لكم سواتش للجزء المحبب لينا كلنا، هو جزء الهايلايت. بصوا يا بنات، انا مش محتاجه ان انا ادوس كتير قوي على اللون علشان خاطر يطلع. مجرد بس لما بعمل صباعي كده واحط منه على ايديا. بصوا الالوان، انتي مش محتاجه تجيبي اي حاجه تانية غير الباليت دي. فيها لو انتي فاتحه، لو انتي اغمق شويه، هي تنفع كل الدرجات. لو عملتي ميكس ما بين الدرجات كلها هيديكي تأثير حلو. لو عملتي لون من الالوان دي بس لوحدها برضو هيدينا شكل حلو. بصوا اللون فظيع، مين ما بيحبش الالوان دي؟ ده بالنسبه للسواتش. بالنسبه للبيجمنتيشن بتاعها او قوه اللون، الالوان قويه جدا، بلندبل قوي. هنشوف دلوقتي في الديمو اللي انا هعمله لما نعمل عينيا. الالوان بتدمج بطريقه سهله جدا. الباليت فيها تنويعه الوان. هي كارلي بايبل بتتميز ان هي شويه شيك. يعني بتميل خالص للحاجه الشيك، اللوكات الشيك. فالباليت دي من بقها هي برضو كانت تقصد ان هي تعمل اللوكات دي. احنا عملنا السواتش وشفتوه على ايديا. خليني اعمل اللوك على عينيا ونشوف الالوان شكلها ايه على الحقيقه. اوكي، اول حاجه هبتدي بيها، هاخد اللون الكريمي خالص ده واحطه على عينيا كلها كترانزيشن كولر بتاعي. بعد كده هاخد اللون ده
وابتدي احطه على كسرة عيني. هبتدي اخد اللون البرجندي ده او الموف الغامق شويه، هبتدي اغمق بيه. اخد اللون اللي على روز ده واحطه على جفني كله بفرشة مبططة. انا بنات خلصت بقيت عينيا زي ما انتم شايفين. انا ما عملتش حاجه، انا بس مجرد حطيت من تحت نفس الالوان اللي حطيتها من فوق، واستخدمت الماسكارا دي من اوريفليم اسمها جورداني سوبر، اسمها جورداني سوبريم لينس ماسكارا. مرضتش احط رموش المره دي بس عشان خاطر بسيط خالص، نقدر نحطه الصبح، نقدر نحطه واحنا خارجين اخر النهار. زي ما انتم شايفين كده الالوان جميله جدا. انا ما حطيتش لسه هايلايت، خلوني نحط هايلايت مع بعض. خليني هحط اللونين دول ونشوف هيطلع لون ايه. وبكده بنات نكون خلصنا اللوك النهائي بعد ما عملنا العينين وحطينا الهايلايت. وباللوك ده يكون احنا خلصنا الريفيو عن الباليت دي. نيجي بقى لنقطة ارشحها ولا ما ارشحهاش. ديفنتلي ارشحها 100%، 100% بنات ارشحها. الباليت الالوان بتاعتها حلوة، تناسب كل انواع البشرة، لو انتي فاتحة لو انتي غامقة. البيجمنتيشن بتاعها عالي ودرجة اللون بتاعتها بتبان على واتيفر انتي درجتك ايه. طبعا لو انتي فاتحة بتبان فيكي اكتر، لو انتي قمحي او غامقة او لوني او اغمق مني برضو هتبان فيكي او هتلاقي الالوان اللي هتمشي معاكي. بصراحة الباليت جميلة، الهايلايت تحفة، انا مبسوطة بيه جدا. الالوان بتاعتها حلوة قوي، شيك جدا زي كعادة كارلي بايبل. اللي فيها مشكلة فيها زي ما انتوا شايفين لما بتيجي تعملي بتطلع باودري، يعني بتعمل بودرة. بس انا حاطه ميك اب
هي مش عامله كده عليا خالص، مفيش اي فول اوت او اي حاجه وقعت على وشي وانا بعمل، فهي مجرد بس بيقع في الباليت وانتي بتستخدمي في الباليت وانتي بتستخدمي الاي شادو او بتحطي الفرشه فيه، لكن على عينيكي مفيش حاجه بتقع خالص. فدي الحاجه الوحيده بس اللي انا خدت بالي منها في الباليت. اتمنى يكون الريفيو عجبكم، واتمنى كمان يكون الميني توتوريال او التوتوريال البسيط اللي احنا عملناه لعينيا ده يكون عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من القناه بتاعتي. تقولوا لي رايكم ايه تحت في الكومنتات. باي.